تابعنا كمان معكم مستمعينا ومع موضوع الانتخابات البلدية، وهلأ رح نكون باتصال مباشر مع نيكول نزيه ريشار. عرفكن عنا نيكول هي حائزة على ماجستير بالترجمة اللغوية وعلى إجازة بتفوق باللغة الإنجليزية وأدابها من جامعة سيدة الويزة ذوق مصبح، حائزة على دبلوم بأصول التعليم من جامعة الروح القدس الكاثوليك، بالإضافة إلى شهادة تفوق من جامعة القديس يوسف بأصول تعليم طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة. هي بصدد كتابة أطروحة وبحث الدكتوراه، مترجمة محلفة لدى المحاكم بلبنان، أستاذة جامعية للغة الإنجليزية وأدابها بجامعات عدة بلبنان، واشتغلت بحقل الصحافة المكتوبة والمطبوعة والإلكترونية، وهي اليوم مرشحة عن لائحة كرامة جونية برئاسة الشيخ جوان حبيش. صباح الخير نيكول. بونجور رنا، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. نحن كتير بنفتخر لما نشوف صبايا وشباب وبالأخص عنصر نسائي عم يترشح على الانتخابات البلدية، فمنشجعك نحن ومنشد إيدنا على إيدك، وبدنا نسألك بالبداية ليه قررت تترشحي؟ ليه قررت أترشح؟ قررت أترشح لأنه يا رنا أنا بآمن أنه العمل من أجل لبنان أفضل. ببلش بأفراد، ومش حيلا أفراد عندهم حلم وعندهم رؤية وعندهم طموح لجونة أفضل. نعم. قررت اترشح لانه زهقت انا كصبيه. اول شيء بعتبر انه جونة هي صبيه مثلي، تشبهني، هي نعم. مرأة وهي بحاجه وهي بحاجه انه يوصل صوتها بين ضجيج الرجال. مش واصل صوت جونة. قد جاي على بالي شي نهار روح على شغلي ما اعلق بعجقه السير. قد جاي على بالي انه شي مره يكون عندنا مشكله حد البيت نطلب نتلفن للبلديه وما نصير يعني يكون في مكتب شكاوى، مش انه نصير بدنا نفتش على رقم هيدا وعلى رقم هيداك ويجي يعملنا واسطه اكثر حتى نقدر نحل المشكله والجوره لحد البيت والريحه والخبريه. يعني زهقنا بقى خلص. صار بدها ناس تنزل وصار بدها ناس هي تشارك لانه زهقنا من هذا الموضوع. صحيح. المميز بلايحتكم انكم 3 نساء على اللايحه، وهيدي سابقه بجوني عدد النساء والطاقه الشبابيه الموجوده كمان باللايحه تبعكم. فقد فعلا انت بتشجعي المراه؟ يعني اليوم مجرد انك انت تنزلي كامراه وتتحدي هيدي الفكره اللي عنا اياها بلبنان، او انه السياسه مش للمراه وخلي المراه على جنب بهذا الموضوع. صحيح. فاليوم بالنسبه لك المراه وجودها بالحقل السياسي وبالاخص هلا بموضوع الانتخابات البلديه وبالمجالس البلديه قد ايه مهم؟ اول شيء المراه منا، بعرف انه المراه منا اخذت كل حقوقها بلبنان. بالنسبه لإلي هي اذا ترشحت كانه وصلت صوتها، وبعتبر انه بمجرد انه ما بقى بدنا نحكي اليوم كوتا نسائيه، يعني خلص صار بدنا نقول انه المراه اذا ترشحت هي اخذت بعض من حقوقها، على الرغم من انه في حقوق كثير مهضومه بعدها مش اخذتها. وشي هيدا حاطط بخاطري انا كمراه انه تخيلي هي بتخلف ولد ما بتقدر تعطيه الجنسيه. صحيح. بس ما بدنا نحكي نيجاتيف، بدنا نفكر بطريقه ايجابيه اكيد. وبدنا نقول انه المراه هي بتخلق نوع من توازن مثل بكل علاقه بين، يعني مثل تواجدها بالمنزل، مثل تواجدها بحيالله مطرح بالوظائف، حيالله مطرح تخلق نوع من التوازن. نعم. والمرأة كمان عندها نظرة إيجابية للأمور، عندها نظرة عاطفية، وعندها نظرة استاتيك وحشورة. صح. وهذا شيء منيح. وهيدي الحشرية إيجابية، بتنقل هم وبتنقل خوف وبتنقل وجع الناس. بدنا ناس تنزل لعند الناس وتطلع همومهم لفوق. والمرأة هي هيدا الكوتي. بتعرفي بس عم بسمعك هلا عم تحكي هيك بتعطينا امل، واخيرا عن جد نحن بحاجه لهالروح الشبابيه الجديده، هالروح مثل الروح الموجوده فيك نيكول. بدنا بقى تغيير، بدنا شباب جديد موجودين، بدنا روح جديد، بدنا حماس عن جد. وهذا الشيء عم حسه باندفاعك فعلا يعني، وان شاء الله يكون هذا الشيء عدوى لاشخاص اخرين، مش بس نساء وانما رجال ايضا وين ما كان. صحيح. اصلا بالنسبه لعنصر الشباب سالتيني انه انا كمراه جاوبت، بس كشباب كمان الشباب كثير مهم. يعني نحن اكيد بنستفيد من خبره العالم المخضرمين، الناس المخضرمين والناس اللي اوريدي عندهم خبره بالبلديه. بس كمان عنصر الشباب مهم لانه الشباب هن بيعطوا شريان الحماس للمجلس البلدي، وهن دايما بيواكبوا التطور. قد ما يكونوا اللي سبقونا عندهم تطور اكيد ونحن بنحترمهم ونستفيد من خبرتهم، بس الشباب دايما عندهم مواكبه للتطور وسريعه. وانت بتعرفي قد ايه نحن عايشين بمجتمع التطور فيه كتير سريع والتكنولوجيا. صحيح. والبرهان على هذا الشيء مثل وقتها مثلا بينزل تليفون جديد
صحيح انه اهلنا هن اللي علمونا وهن اللي وصلونا، بس نحن اللي عم نعلمهم يستعملوه، ونحن اللي عم نخبرهم كيف عن التكنولوجيا عم بحكي. اكيد بس هذا اكزامبل صغير عن يعني عن شيء اوسع واكبر ممكن يتطبق بالحياه، ففعلا نحن بحاجه لهالعنصر الشبابي. نحن بحاجه، بدنا سريان حماس، بدنا عالم تنزل على الارض تلبس اسبادريه وتركض مع العالم وتشتغل معها، مش ما بدنا ناس قاعده على مكاتب ومسكره خطوطها. هذه هي الفكره. صحيح. نيكول، يعني اليوم من خلال وجودك اذا نجحتي، ونتمنى انك تنجحي كمان وتكوني موجوده بالمجلس البلدي بجونية، شو حابه تغيري؟ يعني اليوم اكيد عندك افكار كتيره حابه انك تنفذيها لمنطقتك، لان الواحد ببلش يشتغل من منطقته، فانت شو حابه تغيري؟ رنا، بالنسبة لأنه التغيير ما رح يكون على صعيد فردي، لأنه نحن بالنهاية بدنا نوصل البرنامج. طبعا أنا مش لوحدي مترشحة مع 17 شخص غيري، والفكرة أنه يوصل برنامجنا، والبرنامج اوريدي منه ناطر يوم الانتخاب وصندوق الاقتراح حتى يبلش. برنامجنا اوريدي مبلش من زمان، بس أكيد يعطونا الفرصة حتى نغير، لأنه في كتير مشاريع. يعني إذا بدنا نحكي على صعيد مدينة جونة، عنا بالنسبة للبنى التحتية، بالنسبة للإشارات السير، الاحتقان المروري، هذا كله من ضمن برنامجنا. ما رح فوت بتفاصيل أكتر لأنه ما بعرف إذا بتحبي أنه أحكي عن الناحية الثقافية شوي. أكيد، بالعكس المنحة تبعي يعني في مشروع لبناء كونسرفاتوار حلو بالتعاون مع وزارة الثقافة. في مشاريع عديدة، مثلا على من ناحية أنه جونية هي مدينة الإنسان، عنا اهتمام بالعجزة والناس المسنين، الناس اللي كبار بالعمر، بناء مركز، انشاء مركز لهم، انشاء مركز للعالم يلي نحن شوي ناسينهم بالمجتمع، هن ذوي الاحتياجات الخاصه. عندنا انشاء مكتبه عامه، وهيدي كانت فكره من افكاري طرحتها بالبرنامج. وحتى بحب نوه على شغله، انه نقاط برنامجنا مش نحن يلي عملناها بس، سألنا العالم حوالينا وسألنا الناس والشارع شو بده، ورجعنا بيضنا الأفكار وكتبناها، كتبنا البرنامج. يعني مش نحن فرضنا نحن كأعضاء، مع أنه صار عدة اجتماعات حتى حضرنا البرنامج، سألنا العالم برا شو بدها، لأنه هذا شيء كتير مهم، أنه تحمل الناس شو بدها، مش شو نحن بدنا ونفرض عليها. نعم وهيدا كتير مهم، لأنه بالنهاية أنتوا طلعتوا مشروع، طلعتوا نشاطات من وراء حاجة الناس، من وراء طلبات الناس. فأنتوا دقيتوا دغري بالمطلوب، فبعتقد هيدا أساسي. أكتر شيء العالم طلبت إنه دخيلكم يضل في عطول لجان تمرق بالأحياء وتشوف شو المشاكل وتنقلها دايما، وهيدي شغلة كتير مهمة. حتى وصلنا شو بيقولوا وصلنا مكتب الشكاوى بمكتب الأشغال دغري ديريكت. يعني مش إنه بدنا نمرق بهيدا وبهيداك حتى نقدر نحل مشكلة مثل ما قلت قبل. هذا شغلة كتير مزعلتني. يعني لازم دغري الإنسان ياخد حقه، هيدا حقه الشرعي. ليش ما بده ياخده من البلدية، بده يترجى العالم حتى ياخده. مزبوط، صحيح. نيكول، يعني فعلا نتمنى لكم كل التوفيق، وخاصة لإليك. الكلام اللي حكيتيه هلأ ولو بهالوقت المختصر عطينا أمل كيف إذا كنت موجودة بقلب المجلس البلدي أنت ويمكن والبرنامج ككل والليحة ككل، فإن شاء الله بنتمنى لكم كل النجاح. كلمة أخيرة منك لكل اللي عم يسمعونا، لأهالي مدينة جونة، للصبايا والشباب ولا المرأة اللبنانية، شو بتقولي لهم؟ أول شيء بدي أتوجه لأهالي جونة وبنوع خاص للمرأة وللشباب، بدي أطلب منهم يروحوا على صندوق الاقتراع ويصوتوا بكرة، يصوتوا بقناعة ويصوتوا بضمير، ويعطونا فرصة، ما يصوتوا لأفراد وما يصوتوا بس لمجموعة، لفريق عمل ولبرنامج، حتى يخلوا هالبرنامج يوصل لمدينة أفضل، لبناء جونية أفضل، وكرمال كرامة جونية. أكيد صوته بكرامة وبكرامة أكيد. أنا بشكرك كتير نيكول، بتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله بكرة من عشية نشوف النتائج ونشوفك عضو بمجلس بلدية جونية، وإن شاء الله دايما بنشوف أشخاص مثلك فعلا نفتخر فيهم، أشخاص مثقفين، أشخاص عندهم أفكار جديدة، عندهم اندفاع من أجل التغيير، لأنه دايما التغيير ببلش من ما نحن بنقدر، يعني من منطقتنا، كرمال بعدين نشوف تغيير أكبر وأجمل على صعيد الوطن. نحن بنفتخر فيك نيكول ريشا، وشكرا لمداخلتك معنا اليوم، نتمنى لك كل التوفيق. أهلا وسهلا فيك. باي باي.